مرحبا، هذه السلسلة تتكلم فيها عن أهم ميزات iOS 18. والبداية من مركز التحكم. لو نلاحظ مركز التحكم حصل على تصميم جديد وألوان وإضافات جديدة، منها أنك ممكن تتحكم فيه من خلال التمرير الأسفل والأعلى. هني ممكن تتحكم في الموسيقى، أو هني ممكن تتحكم في أدوات الاتصال مثل الواي فاي والبيانات. أيضا ممكن تضيف عنصر جديد من خلال علامة زائد بكل سهولة. مثلا نحط هذا العنصر، وهني عندنا زر إيقاف تشغيل الآيفون، نضغط عليه بشكل مطول وبعدها نمرر للإيقاف. الشيء الآخر تم إضافة تطبيق كلمات السر من خلاله ممكن تتحكم في كلمات السر الإيميلات والمواقع الإلكترونية وغيرها. أيضا كلمات السر واي فاي وفتح مرور، والأمان اللي هي كلمات السر المعرضة للاختراق. وعندنا أيضا تصميم بسيط للبطارية، تم إضافة عدد دورات شحن البطارية، وعندك مستوى الشحن صار عندك لونين، اللون البرتقالي يعني تشحن الهاتف بشاحن بطيء، واللون الأخضر يعني تشحن هاتفك بشاحن سريع أعلى من 20 واط. وأخيرا صار بإمكان مستخدمي الآيفون يرتبوا نسخ تطبيقاتهم مثل ما يريدوا، عكس سابقا. مثل ما تلاحظ الحين صار تنسيق وترتيب تطبيقات أسهل وأفضل من قبل.